ده، هل كلام الناس دي بيأثر؟ يا صاحبي بيأثر، ده مش بس بيأثر، ده بيأثر جدا كمان، ده ممكن يقفل مطاعم. تعال اقول لك حاجه، المطاعم الكبيره بره بيبقى ليها تقييم نجوم، اعتقد كلنا عارفين الحوار ده، والنجوم دي بقى اسمها نجوم ميشلان. وميشلان دي اصلا شركه اطارات اللي بيقيم المطاعم شركه كاوتش. وبدا الحكايه لما شركه ميشلان دي كانت عامله مجله بتقول فيها افضل المطاعم تشجيعا للناس ان هم يسافروا، وكانت المطاعم بتقيم وكل مطعم ليه تقييم. ومع الوقت الدليل او المجله بقت مصدر عالمي لتقييم المطاعم، وبقوا يعينوا خبراء اكل سريين يروحوا ياكلوا في المطاعم ويقيموا بدون ما حد يعرف ان هم ناس تبع ميشلان او ناس جايه تجرب الاكل في تجربه عاديه جدا. ايوه زي ما بيعمل منعش ومروان سري وعمرو شريف. يعني تخيل لو سري عمل زي ميشلان كده، هيديهم واحده سيبك من ميشلان واضرب مع سري كمان. يلا يا عم سري، سلوجان اهو، بس ما تبقاش تنساني في اضرب مع سري. وبسبب المفتشين دول المطاعم ممكن يبقى 4 نجوم وبعدها بسنه ينزل يبقى نجمتين او 3 نجوم بسبب حاجه الخدمه او ان الاكل نفسه قل جودته. وعشان تفهم ترتيب تقييم النجوم دول تعال اشرح لك ازاي النجوم دول بيترتبوا. لو انت مطعم نجمه واحده يعني ممكن ناكل من عبده تلوث احسن، ولو انت مطعم نجمتين يبقى انت اعلى من عبده تلوث سنه، ولو انت مطعم 3 نجوم يبقى انت تجربه متوسطه ظريفه لو جربتها ما فيهاش اي مشكله، ولو انت 4 يبقى انت مطعم جيد جدا اقرب للممتاز، لو انت 5 يبقى انا تقريبا اللي عملت لك الاكل. هتقول لي طب دي شركه ودليل، لكن اللي عندنا دول مش بيعملوا زيهم. مين اللي قال لك؟ طب ما هم بيعملوا زي ما المفتشين بيعملوا بتاع ميشلان. الله، ما انا بشرح ايه، لكن مالناش دعوه بقى بالشخص اللي بيقعد ينتقد في الاكل بدون سبب ده، لان ده كان بيسبب اذى للمطاعم في الاول قبل ما الناس تفهم اللي هو بيعمله، وبقت الناس تاخد رايه بالعكس. وفرق بين حاجه اسمها الرقابه وبتوع نجمه ميشلان. عشان نوضح، الرقابه دي تقيم النظافه بتاعه المطعم وجودته وكل الكلام ده، يعني مستحيل حاجه تحصل زي الفار الطباخ، دول ضحكوا عليك يا صاحبي.